بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الكريم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله وبصحة جيدة ان شاء الله، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة عاشوراء. واحنا النهاردة هنبتدي اول فيديو في قناتي. انا هعرفكم بنفسي، انا اسمي ام عمر ودي قناتي. ولو كنت اول مرة بتشوفيني، فضلا وليس امرا تدوسي على اللايك وتشتركي في القناة وتدوسي على زر الجرس وتفعلي كلمة الكل عشان يوصلك مني كل جديد. احنا دلوقتي هنعمل أكلة خفيفة وجميلة وتنفع مصايف، وتنفع تاخديها معاكي المصيف، وتنفع تاخديها معاكي البحر، وتنفع طبعا في البيت في الجو الحر ده. بيبقى الواحد عايز يعمل أكل سريع وفي نفس الوقت حلوة وبنفس الوقت يعني صيفي، يعني مش عايزة بقى واقفة كتير في المطبخ وكده. احنا هنعمل النهارده البانيه، وهنعمله بخلطة جميلة قوي قوي، ويعني بجد خلطة عمرك ما هتبطلي تعملي بيها. بعد كده البانيه جربيها وهتعرفي. احنا دلوقتي عملنا صلصة المكرونة، طبعا عادية جدا. حطينا مادة دهنية اللي هي الزيت في الحلة، وحطينا عليها معلقة توم مفروم، وحاطين عليها واما الثوم تشمي ريحته يصفر تقومي حاطه عليه الطماطم. وتحطي بقى البهارات اللي هي ملح وفلفل اسمر وكمون وشويه سكر، وتقلبيها وتسيبيها بقى تغلي وتتسبك مع بعضها مع نفسها. دلوقتي نجيبوا البانيه. انا النهارده جبت فص صدر الفرخه. ما كنتش مقطعاه بانيه صراحه، الراجل ما قطعهوليش لان كنت مش عارفه هعمله ايه، فسيبته كده بحاله. فاخدته كده النهارده قلت هعمله بانيه، فرحت عامله. انا قطعته طبعا تقطيعه مش صح قوي يعني، بس على قد ما اقدر طلع منه حته بانيه كويسه. بنجيب البانيه طبعا احنا غاسلينه وحاطينه في ميه وملح وشويه دقيق. بعد كده بنقطعه ونحط عليه بيضة، شوية ملح وفلفل أسمر، وأهم حاجة يعني أهم مكون في الموضوع كله، الملك بتاع الوصفة دي هو الكركم. حطينا معلقة كركم كبيرة يعني مليانة. وطبعا الكركم ليه فوائد كتير جدا وما بيخشش معانا كتير في أكلات، فأنا ما بصدق ألاقي طبعا أكلة بتخش فيها الكركم فبحط فيها كويس يعني. وحطينا شوية لبن على البيضة عشان نقدر نضربها. وضربنا البيضة، هنضرب البيضة كويس وهنقلب البانيه ده في البيضة والكركم والخلطة اللي احنا عملناها دي، وهنسيبه في التلاجة يعني على قد ما احنا عايزين. يعني ممكن نعمله ونسيبه مثلا لحد ما نعمل الطماطم بتاعت صلصة المكرونة، نعمل حاجة وناخده، مش لازم كتير يعني. بعد كده حطينا شوية خل، طبعا أنا كنت ناسيهم في الأول. نحط شوية خل، بعد كده بنسيبه شوية في التلاجة. بيطلع بقى. أنا عملت لكم الوصفة دي للأسف ما اتصورتش للأسف. ما كنتش دايسة على زرار التسجيل وأنا بقولها. دي بتبقى عبارة عن هي خلطة البانيه دي 3 معالق بقسماط عادي سادة يعني، ونحط عليه زي 5 معالق كل ده معالق الكبيرة عادي بتاعت الأكل دقيق، ونحط معلقتين كبار أو 3 كركم حسب ما انتي تقدري تستحملي. يا 2 جميل جدا، ولو عايزة تحط 3 مفيش مشاكل. وبنحط كيسين فيجيتار، كيس حار وكيس عادي. أنا عايزة تعملي 2 حار وتبقى سبايسي، بتبقى في منتهى الجمال. لو مش ملكيش في السبايسي نعمله كله عادي. وبنقلب الخلطة دي نحطها في برطمان ونقلبها جامد جدا، ودي تفضل معاكي بقى مدة طويلة. كل ما تيجي تعملي بانيه تحطي في الطبق وتعملي هنا. نحط طاسة فيها مادة دهنية ونحط أنا بحط زيت طبعا، في ممكن تحطي زيت ومعلقة سمنة، بس أنا بحب الزيت بس كفاية. ونحط طبعا البانيه على النار يستوي. طبعا هيطلع لونه في منتهى الجمال، بس اللون الأصفر ده بتاع الكركم، وهيبقى طعمه خطير جدا. جربيه وقولي لي النتيجة في التعليقات. بعد كده هنكمل قلي، وبعدين طلعنا بقى الأول طاسة. شوفوا شكله جميل، شكله جميل فعلا، وريحته تجنن، وطعمه أحلى وأحلى. بجد أحلى بانيه. أنا كنت الأول ما بحبش البانيه، يعني ولادي كانوا يحبوا ياكلوا بانيه ومكرونة كتير جدا، أنا ما كنتش باكل معاهم. من يوم ما عملت الخلطة دي باكل معاهم البانيه ده، بحبه جدا.
بعد كده طبعا سبت الصلصة تتسبك على النار، وبدأت والمكرونة تتسلق، وغسلت طبعا شوية الأطباق اللي كانت في الحوض، عشان أنا باحب جدًا الحوض يبقى فاضي، يعني باحس براحة بال كده وراحة نفسيًا وأنا طول ما الحوض مليان وفي مواعين كتير حواليّا باحس إن المطبخ مكركب وسخ حتى لو كان ما فيهوش حاجة غير المواعين دي بس. طبعًا خدتها كده بسرعة، هي المواعين بتاعة الأكل، أنا طبعًا كنت غاسلة المواعين قبل ما ابتدي، فما بتبقاش في مواعين كتير. فبعد كده هنشوف بقى الأكل. شُفت الطماطم لقيتها لسه بتتسبك. طبعًا أنا يعني عايزة أقول لكم إن أنا كنت عاملة القناة دي قبل ديّة، قعدت عملتها أسبوعين بس، وبعدين حسيت بيأس فظيع وحسيت إن أنا مش هاعرف أكمّل حسيت إني مش هاعرف أنجح، فقفلتها. وبعد كده حسيت إن أنا وحشتني وقُلت هاعملها، هاعمل اللي عليّا والتوفيق من عند ربنا. نفعت، نجحت، نجحت، ما نجحتش أديني باعمل حاجة أنا نِفْسي فيها، وأنا يعني حاجة من زمان نِفْسي أعملها. ف فإن شاء الله ربنا يسهّل وتنجح وربنا يكون كاتب لها الخير إن شاء الله. ما نجحتش يبقى ده أمر ربنا، وأنا عادي باكون عملت حاجة تسلّيني. كده خلاص الأكل خلص كُلّه. ودي المكرونة سباجيتي الجميلة، وده بابا غنوج، سلطة بابا غنوج اللي أنا عملتها أبقى أعملها بالفلفل الألوان، هابقى أعملها مرّة تانية معاكم، والبانيه والعصير، ويا رب يكون إن شاء الله يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله.